الله وبركاته متابعي الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا هذا اللي قدامكم هو المعلق حفيظ دراجي، الكل كيعرفو معلق قنوات بين سبور. اليوم بعد التعليق ديال مباراة الأرجنتين وكرواتيا بين الحق ديالو الكبير تجاه المغرب والدافعية ديالو من طرف الكابرناج والعسكر الجزائري. اليوم في المقابلة كاملة مجريات ديال 90 دقيقة لم يذكر المنتخب المغربي ولو بكلمة جميلة، ولم يذكر المواجهة بين فرنسا والمغرب، وقال بأن الحظ هي من ساعدت بعض الفرق الضعيفة والمنتخبات الضعيفة للوصول إلى المربع الذهبي، وكيعني هنا المنتخب المغربي. إذا بعد ما وكذلك بعد ما صرح في قبل بأن المنتخب المغربي غادي تخسى قدام البرتغال بسبب إصابات اللي تصاب بها المزراوي وأكرد، وبينوا العكس المدرب المغربي وليد الركراكي واللعابة وفازوا على المنتخب البرتغالي. إذا هذا الحقود الجزائري، وتحية للشعب الجزائري المساند لكل القضايا العربية والمنتخب المغربي ويشجع من قطر. إذا هذا الحقود كان رجع تاب وضرب السماحة، واليوم بين الحقد ديالو والخوف ديالو من الكابرانات بأنه يتم طرده أو إجباره على فعل شيء ما. إذا هذا أشنو في نظركم أشنو خاصو باش يتقاد؟ إذا هذا المعلق اليوم ما بينش الكفاءة ديال المغرب، تجاوز ديال سباليون ديال البرتغال وبلجيكا و... وكندا وكرواتيا والتعادل معها. إذا شنو بان لكم في هذا المعلق الجزائري؟